بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنعمله مع بعض النهاردة طريقة عمل النجريسكو. الأول هنجيب حلة على النار كده وتبقى سخنة، وهيبقى معانا زيت. أول حاجة هنحطه في نزل الكمية دي. بعد كده هنجيب زبدة أو سمنة أو أي نحط ده. هيبقى معانا برضه كوباية دقيق، وهيبقى معانا لتر اللبن، وهيبقى معانا صوص البيستو اللي هو الريحان بالثوم والزيت، وهيبقى معانا الملح والفلفل الاسود وتوم باودر وبصل باودر ومرق دجاج باودر. هيبقى معانا حوالي 300 جرام صدور فراخ متقطعة. وهيبقى احنا سلقنا مثلا هيبقى معانا 600 جرام بنة وموتزاريلا وشيدر وجبنة تركي. ممكن تختار، بس هي تبقى اساسها فيها الشيدر. الاول اهو الزيت سخن معانا اهو، كده ننزله بالدقيق. تركز، ايوه كده بقى خلاص. اللي هي بالنسبة للدقيق والزبدة والزيت اللي هو ربراك، وبعد كده ننزل باللبن. اللبن بارد هو هيغلي كله مع بعض، واحنا هنحط عليه توابل بحيث يشرب من التوابل كلها. هنبتدي نقلب، وهناخد من هنا معلقة الملح ومرقة الدجاج والثوم باودر والبصل باودر مع بعض. كده هنسيب ده على النار لغاية ما يظبط. بعد كده هنخش بقى في الفراخ نسويها مع بعض. كده هيبقى معانا الفراخ اهو. نبتدي ننزل بحتة زبدة أو سمنة، شوية زيت، والفراخ متقطعة كده اهي، بحيث ان هي عمال الوايت مثلا ما يستوي. نزل حتة تومة، كده يعني هنعمل ايه سوا. التومة اهي البهدلة بتاعتنا اهي. هننزل بقى بالفراخ اللي احنا قلنا عليها دي، الفراخ كلها وهي متقطعة اهي، متقطعة صوابع أو المنطقة زي ما احنا بنقوله كده، لغاية ما تاخد لونها. تبقى تستوى شوية على النار. البشاميل هو برضه موجود. الفراخ هي بدأت تلون، هنبتدي ننزل عليها بالبهارات، الملح بتاعنا والفلفل وشوية توم باودر وبصل باودر مع بعض، ورشة مرق دجاج بسيط. دي عشان تاخد والبيستو اللي احنا عملناه ده هناخد منه معلقة كده مع الفراخ، هو الريحان بالثوم بالزيت. سيبناه 10 دقايق بس بالظبط على النار اللي هو
الريحان الوايت اهو ربط معانا اهو. ودي الشكل بتاعه مش مخرج اهو ولا حاجه. بنضرب تقليب مستمر عشان ايه ما يكلكعش معانا. واهو كده هنطلعه بره النار بقى. هيبقى ايه كده، يبقى فاضل لنا ايه ادي الفراخ اللي احنا عملناها اهي. ادي الفراخ اللي احنا عملناها برضو ايه بالريحان وبتاع. يبقى كده فاضل ايه نخلطه كله على بعض. هيبقى معانا المكرونه البنه اللي هي سلقنا اهي. المكرونه البنه مع الموتزاريلا والجبنه التركي دي هنحطها فوق الوش. ويبقى حشو من جوه مثلا الجبنه الشيدر المبشوره دي تبقى حشو مع الفراخ والبنه والوايت. تمام كده. هنبتدي ايه نخلط كله مع بعض. دي بقى اللي نخليها ورا عمال ما نقلب الجبنه. ماشي كده الوايت بتاعنا كده جاهز والبنه بتاعتنا جاهزه. هنقلبه كل الحاجات دي على بعض بحيث اللي هي ايه اللي احنا عملناه ده. وهنحطه معاها سنه مرقه دجاج بسيطه كده مع بعض. والجبنه الشيدر اللي احنا قلنا عليها دي هنحطها معاها من جوه. النجريسكو هو المفروض مشروم بس اللي بقى انا محطتش عليه مشروم. اللي عايز بقى مشروم يحط، اللي مش عايز بقى دي حاجه ايه حاجه شخصيه. هو انا اعمله بالفراخ بالبيستو بالفراخ بالصوص الريحان اهي. هنقلب كل الدنيا دي كده مع بعض. قلبناها كويس اهو. هنبتدي نحط في الصينيه عشان ايه نحطها في الفرن. خلاص كده احنا هنبتدي نحط تحت ايه رشه بشاميل عشان دي هنحطها فوق وتحت يعني. وكل اللي احنا اخدناه ده من حله اهو. هنبتدي نقسمها نصين عشان نحط الفراخ. الفراخ اللي احنا عملناها اهي هنحطها بحيث اللي هي تبقى ايه كلها ايه مفروضة على الصينية. فردناها هي الفراخ فردناها كده كلها الفراخ اهو. نحطها كلها اهي. الباقي اللي احنا حطيناه باقي المكرونة يعني دي تأكل حوالي 5 تنفار يعني الكمية اللي احنا عملناها دي. وكده خلاص خلصنا. نحط البشاميل فوق. احنا ممكن نعملها بمعلقة سيليكون كده عشان ايه بحيث او اي معلقة تانية بس ايه معلقة سيليكون عشان ايه نعمل الفراغات اللي هي في الجناب دي ما تتحرقش في الفرن. ودي الجبنة اللي احنا قلنا الجبنة التركي والجبنة الموتزاريلا نحطها كده. واللي عايز يحط موتزاريلا لوحدها مفيش مشكلة بس هي بالتركي عشان تدي سنة الحلوية دي شوية هتبقى حلوة. احنا حطينا ميكس جبن يعتبر احنا حطينا فيها كل ده ميكس جبن كده مع بعض
عشان تطلع المكرونة حلوة. يعني يعتبر نجرسكو ومشكل جبن فيها. كده بقى نحطها في الفرن حوالي 5 دقايق. وكده هي طلعناها من الفرن، وهي كده الشكل بتاعها اهي زي ما انتوا شايفين الجوسي اهي. ودي الفراخ اهي، ودي المكرونة، ودي شايفين شكلها اهو. ما تنسوش الاشتراك في القناة.